انا بقى لما بحب اضاعف الكميه ويكون عندي حته لحمه صغيره لازم اعمل الحركه دي. عايزه اقول لكم بتعمل معايا صينيتين في الاول كده، سموا بالله وصلوا على الرسول. وهنجيب بصلتين مبشورين ناعم جدا، وصفيت الميه بتاعتهم وخدت بس البصل، ونزلت بمعلقتين كبار من الزيت وحمرت البصلايه كده يا دوبك تقلبتين، وبعد كده نزلت بربع كيلو من اللحمه. ما تخافيش البصل هيختفي دلوقتي ومش هيبقى ليه اي اثر. هنقلب شويه كده لحد ما البصل يختفي تماما، وبعد كده بننزل بفلفل اسود وملح، وكمان بهارات مشكله، وشويه من البابريكا، وشويه من جوز الطيب، واللي انت عايزه تحطيه حطيه. قلبي بقى كويس كده وقطعي حبايتين من الطماطم وانزلي بيهم، اديهم تشويحه كده مع اللحمه، وخلي ان اللحمه تشرب منها، وقلبيهم كده كويس. وبعد كده كمان فلفلايه من الرومي الصغيره، ولو عايزه بقى تحبشيها حطي حته صغيره من الفلفل الحامي، بتدي العصاج طعم حلو قوي. واخر حاجه بضيفها هي الملح، في ناس بتحط لها ميه وبتسيبها